اليوم يوم حزين للرياضة السعودية التي لبست ثوب حدادها الأسود بعد رحيل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز رئيس نادي النصر الذي توفى عن عمر يناهز 63. رحل الرمز الرياضي الكبير، ودع أهله ومحبيه، ودع عشاق الرياضة وكرة القدم، ودعنا جميعا وترك خلفه سيرة رجل وبطل وفارس، فارس ستذرف عيون الناس من أجله الدموع، دموع حارة تفيض من الحزن الذي تحاكيها مآقي الملاعب والعشب الأخضر لصاحب القلب الأكبر. نعم، لقد رحل الفارس الرياضي الذي أتحف سجل ناديه بالحب الكبير، فباد له النصراويون وقبله الوطن الحب بالحب. فوداعا وداعا أيها الأمير البطل، وداعا يا رمز الذهب الأصفر والنصر المؤزر، فلمثلك تكتب قصائد الرثاء، وعساها أن تعطر تاريخك الرائع ومضة يسير من حقه على كل رياضي هذا الوطن الذي يبكيك ويبكي خطواتك، يبكيك ويبكي ملامحك، يبكيك ويبكي ملاحمك التي جادت ربيعا أخضر حين جفت الأرض واستحال نباتها إلى هشيم. رحمك الله يا والد كل النجوم ونجم كل المنازلات والميادين. مات عبد الرحمن بن سعود، مات ولم يمت تاريخه الناصع، ولن يموت فهو حي في قلوب محبيه وقلب الوطن كل الوطن. غفر الله لك أيها الرئيس، غفر الله لك أيها الأديب، غفر الله لك أيها الأريب، غفر الله لك أيها الخبير، وأسكنك الجنة. فقد كنت محبا ودودا كريم الصفات والمناقب، كنت نبعا للخير والعطاء والكفاح، فعلمت الأجيال من قبلك ومن بعدك كيف يكون الكفاح في الشدائد، وكيف يكون الصمود حين ترتجف وترتعد الفرائس. كلنا اليوم يبكي الأمير عبد الرحمن بن سعود، رمز النصر والوطن، ووطن الحب والفخر والفوز والقول والفعل، إلى جنة الخلد يا أبا خالد. عبد الرحمن